السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. دلوقتي احنا في حاجة عايزة اطلع اتكلم فيها يا جماعة، موضوع مغتربة في فرنسا مدام هناء واستاذ رضا. طبعا احنا حضرنا ان الناس دول من اول، انا كنت بتابعهم بصراحة من اول ما يمكن بدأت قناة هناء تشتهر بسبب الترند او بسبب آثار الله يرحمها، صاحبة قناة آثار وطلعت واترحمت عليها. وحضرت مع هناء كتير قوي 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 وشفتها وهي لسه كانت بتبتدي وحبة حبة بدأ يظهر أستاذ رضا معاها. ولما بقى بدأ يظهر كان بيبقى واضح عليه قوي ان هو مش مقتنع بموضوع القناة ومش مقتنع بموضوع التصوير ولا مقتنع ان هو يطلع ياكل قدام الناس ولا الكلام ده. طبعا هم ما كانوش بيعملوا تحديات، ولكن كانت بتطلع تحط الغدا وتقول انا بتغدى وتعمل روتينات، وكان محتواها جميل جدا جدا جدا. واستاذ رضا حبه حبه بدأ ياخد على الكاميرا، حبه حبه بدأوا يصوروا مع بعض بقى افلام، يصوروا مع بعض فلوجات، سافر مصر تسافر له، هو جاي من مصر تروح تستقبله، وكان الوضع جميل جدا جدا جدا. وكانت طبعا بتطلع مع ميسيو جانو، وكانت حصل الفيديو، يعني احنا عاصرنا كل ده. وجم وحصل طلاق وانفصال، ودلوقتي بدأنا يعني قعدت فترة هي تتكلم وهو يرد عليها، وبعد كده هي سكتت وهو بدأ يطلع يتكلم وهي ما تردش. دلوقتي بدأت ترد، ولكن في لايف كارثي عمله أستاذ رضا من يومين ثلاثة، لما الحاجة والدته ربنا يا رب يشفيها يا رب ويعافيها وتقوم له بألف سلامة، لما تعبت طلع هو واخواته من قدام المستشفى وقعد يشتم شتايم وحشة جدا 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 على مدام هناء. وهناء اضطرت طبعا انها سحبت الفيديو، سحبت ال اللايف وهتعمل بيه قضية، وطلعت ردت عليه وكان آخر رد ليها انها قالت له خلاص، انا مش هرد عليك تاني ومش هرد عليكوا تاني، لان خلاص انا هبعت وكالة للمحامي في مصر عشان يعمل لي القضية، ولكن بعد ما اخف. كلامي هنا بقى لقنوات النقد. يعني انا من زمان وانا بشوف قنوات نقد كتير، يعني يعتبر 3/4 قنوات النقد على اليوتيوب بتنحاز لأستاذ رضا وبتيجي جامد على أستاذة هناء. لازم طول ما هم قاعدين لازم يشدوا ويتكلموا عليها وحش، ومسميينها شاورما وانتي فيكي وانتي عليكي ومش عارف ايه، وعلى طول على طول على طول هي وحشة، على طول هي مش كويسة، على طول هي بتكذب، على طول هي السبب، على طول هي بتسب أعراض. طب يا جماعة، الست دي انا بتابعها، انا ما بشوفش منها ده، بل بالعكس الست دي حبت من قلبها. انا مش بدافع لها اولا علشان ممكن حد يطلع يقولك ده هي اللي مسلطاها، او هناء هي اللي مسلطة، ومش هناء هي اللي مسلطة القنوات زي بقية قنوات النقد اللي بتتكلم ان هي ايه، هي بتبعت لقنوات معينة وتقول لهم ايه، اتكلموا اشتغلوا قولوا اشكروا فيا اعملوا فيا والكلام ده كله. ولكن ده دي حاجة مش صحيحة، انا معرفهاش والله هناء ولا ليا بيها اتصال ولا اي حاجة. ولكن انا رسالتي قنوات النقد، يمكن في قناتين بس، تخيلوا قناتين نقد في اليوتيوب كله ناس محترمة، يعني واحد وواحدة، واحد هنا في مصر وواحدة قاعدة في امريكا، طبعا اكيد عرفتوهم، يعني دول ناس محترمين جدا. يعني اللي في امريكا بتعلق عليها بس بتعلق ومتضايقه منها ومنحاز عليها، ولكن طريقه التعليق ما فيهاش غلط، ما فيهاش اهانه. ولكن بقيه القنوات احنا عايزين نشتهر، فاحنا نطلع نشتم ونسب ونقول كلام ملوش لازمه، ونقول انتي قلتي وانتي بتكدبي وانتي بتسبي اعراض وانتي مش عارف ايه. طب انتي ست زيك زيها، تمام؟ خلينا كده متفقين، انت ست زيك زيها، يعني معنى الكلام ان المفروض تحسي بيها.
ومش معنى انك تحسي بيها انك انت تنافقي، لا، ولكن دع الخلق للخالق. انا ممكن اطلع اقول ما كانش صح انك تعملي كده. يعني انا واحده من الناس طلعت لما كانت اسمها ايه دي، مدام هناء، طلعت عملت فيديو مع ابو زياد ومش عارف ايه والكلام ده، بقيت اقول ده ترند. اقول ده ترند، ويا ابو زياد ما تحاولش ان انت تنجرف في هذا الموضوع عشان ما تفقدش ولادك. نتكلم في الحياد يا جماعه. لكن انا ملاحظه ان احنا ماسكين موضوع رضا وهناء اللي هو اللي بينا في بقنا. طول ما احنا قاعدين بنشتم في هناء، طول ما احنا قاعدين بندي عليها دي فيكي وعليكي ويا شاورما ومش يا شاورما. يا جماعة، النقد بقلة الأدب مش نقد. انت كده بتاخدي ذنوب، ولكن انت فرحانه بان انا بيجيلي متابعين كتار وبيجيلي ناس وبيحبوا يسمعوني. حتى مع بقيه اليوتيوبر النقد مش حلو برضو، بيقولوا كلام صعب جدا. حابه نشكك في بنت صدفه، انه صدفه البت صفا دي شكلها مش بنتها. سبحان الله، صفا طالعه نسخه من صدفه، اللي هي بتمثل، اللي هي مش حامل. هو احنا ليه علشان نعمل نقد نطلع نشكك في الناس؟ هو ليه احنا عشان نعمل نقد ومش عارف ايه نطلع نشتم في الناس؟ هل ده هيخليكم ان كنتوا لا احنا بنشتم فاحنا يلا بينا بقى، ده احنا هنكسب فلوس قد كده، يلا مش عارف ايه هنشكك الناس فيها؟ وسبحان الله، في ناس بيخشوا لهم يقولوا لهم بالظبط فعلا صدفة مش حامل، بالظبط ميسيو جانو مش مسلم، ميسيو جانو ما اسلمش، احنا مالنا؟ هو احنا هنتحاسب عنه؟ يعني انت لما تخشي وتشككي في ميسيو جانو ان هو ما كانش بيصلي يا جماعة غير ركعتين وملحد وبيشرب، هو انت ايه؟ هو انت بقيتي ربنا؟ هو انتوا بقيتوا ايه يا جماعة؟ يا جماعة، أسلم ما أسلمش ملناش فيه. لا، ده قبل ما يموت كانت هناء بتتاجر بميسيو جانو، بتتاجر في ميسيو جانو. ليه يا جماعة؟ أصلها بتصوره، فبتصور الراجل وكانت عامله لايف وهو بيحتضر. الاحتضار ده يدل ان هو راجل مش كويس وان ربنا مش راضي عنه. خلاص، انت حللت يا دكتور. يعني انت حللت يا دكتور ان الراجل مش مقبول منه حاجه. مين عالم يا جماعه؟ وكمان هي لو بتصور مع ميسيو جانو، هي نفسها بتقول يا جماعة أنا ما كنتش أعرف، ولكن أنا بصور روتين. واحدة بتشتغل، واحدة بتسد اللي عليها، واحدة شغالة يعني معلش، يعني لو انتوا يعني بتحبوا الفلوس، ما بتحبوش الفلوس، بتطلعوا تعملوا فيديو نقد كل شوية ليه؟ لو انتوا ما بتحبوش حاجة اسمها فلوس، ولقيتوا ان الفيديوهات بتاعتكم ماشية ما شاء الله والدنيا ماشية، وكل ما بتعملوا فيديو بيجيلكوا بالست 7 10 آلاف مشاهدة وبيجيلكوا فلوس كل يوم قد كده، بتطلعوا تعملوا فيديوهات ليه؟ طب ما هي هناء نفس الموضوع. كل ما تنزل فيديو، هو انت كل شوية تنزلي فيديو، هو انت كل شوية تنزلي مش عارف ايه. طب يا جماعة، ما تشتغل، ما تسيبوها تشتغل. الفلوس اللي بتجيلها اكتر من فلوس اللي بتجيلكوا، علشان كده بتشتغل في كل قناة شوية وبتخلص وبتجيب فلوس. الفلوس حلوة يا جماعة، فرصة يا جماعة. كلنا انا واحدة من الناس لو فيديوهاتي مشت هنزل لكم فيديو كل ساعة. في ايه؟ ده في رزق، ده في فلوس، ده انا هكسب فلوس. فطبيعي ان الست كل شوية تنزل فيديو. فيكم من قنوات النقد اللي عامل قناة وقناتين. القناة كبيرة وقناة صغيرة يا جماعة، وفي القناة الكبيرة بتنشري وتقولي خشوا اتفرجوا على القناة الصغيرة، ولو لقيتي فيديو نزل على القناة الصغيرة ومحدش شاف، لا لو سمحتوا خشوا شوفوا وعلقوا على كل نقطة أنا قلتها. هو واجب علينا؟ طب يعني هو حلو ليكي ووحش لهناء؟ انا مش فاهمه بجد والله العظيم يا جماعه. انا مش فاهمه. يعني نطلع نسب، نطلع نشتم، نطلع نقول. بالنسبه لموضوع هناء واستاذ رضا، ماشي، هناء حبت من قلبها، آه، احتوته، خدته عندها في البيت، اتجوزت، مش عارف ايه، قعدوا مع بعض شوية وبعد كده اختلفوا، هو مشي، ندمت على ان هي غلطت في حقه، وطلعت الست واعتذرت، ولا انا ندمانة ومش ندمانة. وبدأت بقى بعد المشاكل ما زادت، وبعد الشتايم اللي اتشتمت بيها واتشتم بأهلها واتشتم بكل حاجة، بدأت تطلع ده انا كنت بدفع لك فلوس وكنت. ده ما كانش واجب على هناء، او ما كانش المفروض انها تطلع تقول كلام زي ده. ولكن
هي طلعت واتكلمت وفكت نفسها، ما نفضلش احنا بقى نطلع عليها كل شوية كل شوية كل شوية شتيمة وتهزيق، شتيمة وتهزيق. ده انت بتنزلي فيديوهات، ده انت بتعملي فيديوهات. اتمنى قنوات النقد، يعني انت عايزة تنقدي انقدي، ولكن قولي الحق. لان الرزق اللي بيجيلك ده والدولارات اللي بتجيلك دي هتجيلك بناء على قولة الحق. انا اقول الحق احسن من ان انا اكذب، او ان انا اقول حاجة ما حصلتش، او ان انا اشكك في حمل فلانة واشكك في مرض فلانة واطلع في قناة سمعتها النهاردة بتتكلم على هناء. انتي بتعيبي على دكتورة عبير ان مش عارف عندها فرد ايه. طبعا انتوا عارفين، طب ما تشوفي فردك انتي، ده انتي بتطلعي بيهم حتى ما بتخليش الكاميرا على وشك. ايه يا جماعة احنا بنتكلم في ايه؟ هو ده النقد يا حاجة؟ بجد هو ده النقد؟ ارجوكوا شيروا الفيديوهات ديت، لعل وعسى الناس اللي زي دي تسمع وتتقي الله في رزقها. اتمنى رسالتي توصل، نتقي الله في رزقنا. واتمنى الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. اكيد هتلاقوا هنا نقاء احسن بكتير من حد تاني، ونستنوا مني فيديوهات.